النهارده فكرة جامدة جدا يا جماعة من كتاب سوبر كوميونيكيتور. سايكولوجيست في جامعة ماريلاند كان بيحاول يدرس يشوف الطريقة اللي الناس بتتواصل بيها بس بغير الكلام. يعني زي ممكن حد يتواصل او يبين لحد ان هو عايز يتكلم معاه بس من غير ما يتكلم. عمل دراسة لطيفة قوي على 1200 شخص بيضحكوا بس بشكل تلقائي، وقعد شاف ال 1200 شخص دول لما ضحكوا ايه الاسباب اللي خلتهم يضحكوا. فكرة لطيفة جدا. تفتكروا احنا توقعاتنا ان لما حد بيضحك ليه؟ عادة بيضحك كرد فعل لحاجة حلوة اتقالت او لنكتة اتقالت او لحاجة ضحكته. مفاجأة، في ال 1200 شخص لقى ان 20% بس من الناس اللي ضحكت هي ضحكت كريسبونس او كرد لنكته اتقالت او حاجه دمها خفيف. طب ال 80% التانيين يا ترى كانوا بيضحكوا ليه؟ لما اتسالوا انتوا كنتوا بتضحكوا ليه، قالوا احنا كنا بنضحك عشان كنا بنحاول نوري الشخص اللي قدامنا او نبين للشخص اللي قدامنا ان احنا عايزين نتواصل معاه. يعني باختصار يا جماعه، 80% من الناس اللي كانوا في الدراسه دي الضحك بالنسبه لهم كان ان هو بيقول للشخص اللي قدامه انا مبسوط وعايز اكمل الكلام معاك. طريقه جميله جدا للكوميونيكيشن، ان انت لما انت تكون سوبر كوميونيكيتور بقى وتلاقي الشخص اللي قدامك بيضحك، تعرف ان دي وسيله ان هو مبسوط بالدسكشن وان هو عايز يتواصل معاك. فلو انت عندك خصله من خصال السوبر كوميونيكيتورز، لما تشوف اللي قدامك بيضحك ده تنتبه ان هو الموضوع مش موضوع ان انت قلت نكته او ان انت دمك خفيف، لا، ده هو الشخص اللي قدامك غالبا بنسبه كبيره مرتاح وعايز يكمل تواصل معاك. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير.